باريس، مجلة أزياء. ست عندها 40 سنة نسيت تعيش لنفسها. انت دلوقتي بتفكر قصة تانية عن ست بتشقى في شغلها؟ لا، دي قصة واحدة وعمر وغلطة هتقلب كل حاجة. وده المكان اللي بيبقى فيه الحكاية شيقة. إليس شغالة في مجلة أزياء من 8 سنين، مركزة في شغلها، لكن طباعها الباردة واقفة في طريق ترقيتها. 4 سنين من غير ترقية، طلاق، بنت بالكاد تشوفها. لو عجبك الشرح اعمل لايك وكومنت وقول لنا ايه الفيلم اللي تحب نشتغله بعد كده، وشارك الفيديو مع أصحابك. إليس بتوصل بنتها لأختها قبل الشغل. ماما اقعدي معايا. عيون بنتها اللي نادرا ما تشوفها. فاكر إنها مش فارقة معاها؟ لا، هي بس نسيت تحس. سفر شغل للبرازيل، شغل، رجوع، ولقاء القدر في السماء. آدم عنده 20 سنة، طالب في الكلية، فاكر إنه ولد عادي، لكن النهاردة الكرسي بتاعه في الدرجة الاقتصادية بايظ، ينقلوه للدرجة الأولى جنب إليس. أول مرة في الدرجة الأولى، بيفرح. هي ما بترفعش عينها عن الكمبيوتر. هنا المقارنة، الشباب والخبرة، الحماس والبرود. تحذير، اللقاء العشوائي ده هيدمر حياتهم. توربulence، الطيارة بتتهز. إليس خايفة، بتدي إيدها لآدم. أنت دلوقتي بتفكر هي بس خافت، بس بالنسبة لآدم دي لحظة هتغير كل حاجة. أول مرة بنت تمسك إيدي، بيفكر، هو منبهر بيها. هنا سنارة القدر بتشد. الطيارة تنزل، إليس تمشي وتقول باي، بس القدر لسه مخلصش. آدم يلاقي فلاشة بتاعتها تحت الكرسي، دي علامة الفرصة التانية. يجرى بره المطار، لكن إليس راحت مع أختها. بيبص للعربية وهي بتمشي. فاتني الفرصة، بيفكر. انت دلوقتي بتفكر الخلاص كده؟ لا، دي بس البداية. إليس تقول لأختها أنا مش عايزة أتجوز، ما تقدميليش حد. أختها زعلانة، ليه مش عايزة تبقي سعيدة؟ بتسألها أختها. إليس مش عارفة الإجابة. في المكتب زمايلها بيتكلموا عليها، برد قوي، بيقولوا ورا ظهرها. ودلوقتي بقى ركز. السكرتيرة تتصل. آدم كان بيكلم، عايز يكلمك. إليس معرفش أي آدم، تقفل السماعة. الغلطة اللي أنا سميها جدار الكبرياء. إليس بتروح للمدير. أستاهل الترقية، بتقول له. بيرد، كتاباتك قديمة، مفيش حد مهتم بيها، لو فضل كده هطردك. انت دلوقتي بتفكر ده قاسي؟ لا، ده واقعي. إليس تفضل في المكتب متأخرة، تلاقي رسالة من السكرتيرة. الولد ده كان بيكلم عن الفلاشة. إليس تتذكر، تتصل بآدم. آدم في بار مع صحابه. تعالي هديك الفلاشة، بيقول له. فاكر إن ده بس عشان يرد الفلاشة؟ لا، هو عايز يشوفها. إليس توصل، هي مش في وسطها. بار، ولاد صغيرة، مزيكا عالية. هنا فجوة الأجيال باينة قوي. زميلتين في الشغل مع إليس كانوا في البار، شافوها مع ولد صغير، يتعجبوا. آدم بيقولها له الفلاشة في بيتي، لازم نروح هناك. إليس مترددة، ده مش مريح، بس تقبل. بره آدم يوديها للسكوتر بتاعه. اركبي. إليس عمرها ما ركبت سكوتر، متوترة. آدم يديها لها خوذة، مش عارفة تلبسها. آدم يساعدها. في اللحظة دي حد يصورهم. اشترك في القناة @Cinema Explained Arabic. في بيت آدم أبوه موجود. آدم بيضيع وقت، عايزة شاي، قهوة، بيسألها، مش عايزها تمشي. أخيراً يديها الفلاشة. نقدر نخرج قهوة مرة؟ بيسألها بخجل. هي ساكتة، تبتسم، شكراً، تقول وتمشي. انت دلوقتي بتفكر هي باردة كالتلج؟ لا، هي بس خايفة، خايفة تحس. تاني يوم في المكتب كلهم باصين لإليس. ماذا جرى؟ مش فاهمة. زميلتها توريها الصورة، صورة إليس وآدم واقفين قريبين قوي لدرجة إن شكلهم بيتباسوا. حد حطها على النت، بتقول لها زميلتها. إحنا ما بوسناش، بتصرخ إليس. بس مفيش مصدق.
والمدير مبسوط. عجبني شكلك الجديد، بيقولها له. هو أصغر منك ب20 سنة، ده كول قوي. المدير بيقولها له. مجلتنا لليافعين، هتفهمي تفكيرهم أحسن. عايزها تكمل العلاقة مع آدم. انت دلوقتي بتفكر هترفض، بس صاحبها ينصحها تمثلي عشان الترقية. إليس تفكر كتير، بصت على وشها في المراية، بتقرر تستغل آدم. دي صفقة الضمير. إليس تلبس فستان جديد، تتحط أحمر أحسن، تروح تقابل آدم، ما يبصش عليها. انتي جميلة، بيقولها له. تبتدي تغزله. فاكر إنها مبسوطة؟ لا، دي لعبة. بس آدم مصدق. ما كنتش متخيل إني أبقى معاكي، بيقولها له. توديه حفلة صاحبها، عايزة الكل يشوف. في الحفلة صاحب إليس بيلمسها. آدم مش عاجبه، بيستهزأ بالحفلة. إليس تضحك، صاحبها يمشي زعلان. مش عاجبني إزاي بيمسك فيكي، بيقول له آدم. إليس متفاجئة. أنت غيران؟ بتسأله. أختها تتصل. الدكتور عندنا، تعالى. إليس تكذب، بنتي تعبانة. في البيت أليس سكرانة، بتسأل الدكتور أسئلة مش مناسبة. الدكتور يمشي، أختها غضبانة. أليس تفضل تستغل آدم، توديه عرض أزياء. المدير والCEO هناك. في العرض موديل وقع، آدم يجري يوقفه. الCEO تشوفه، تعجبها حركته. بعد العرض حفلة، آدم وإليس بيرقصوا، بيقربوا من بعض. بس إليس تشوف بنات معاها كاميرات تاني يصوروا، بتفزع، تمسك إيد آدم وتوديه بره. آدم يوصلها بيتها على سكوتر. لحظة، آدم قرب منها، عايز يبوسها. هي تتراجع. لأ، بتقوله وبتخش البيت. آدم زعلان. تاني يوم آدم يروح بيت إليس، هي تفتح الباب متفاجئة، يقبلها، هي ما تدفعوش. الليلة دي بيباتوا سوا. بس الصبح إليس تحس بالذنب. امشي، بتقوله، بس بره الدنيا مطر. فجأة أختها وبنتها تيجي. هو زميلي، بتكذب. آدم يطلع، بس إليس توقفه، تقوله المرة دي بصدق. هنا تحول الكذب الحقيقة. بعد كده بقوا دايما سوا. آدم يديها مفاجآت، إليس مبسوطة، بتقع في الحب. بس الترقية تيجي، الحلم اتحقق، والدنيا تخرب. إليس تاخد الترقية، بس بتفكر في آدم. إليس تقابل آدم، بيقول لها بحبك، عايز أتجوزك. إليس مصدومة. إحنا مختلفين قوي، أنا 40 وإنت 20، الناس هتقول إيه؟ بتقوله عندي بنت، شغل، معرفش. بتمشي. أنت دلوقتي بتفكر هي خايفة؟ لأ، هي بتحميه وبتحمي نفسها. إليس بتعاني، مش قادرة تنسى آدم. آدم كمان بيتعذب، بيقوله لأبوه بحبها، بس هي مشيت. أبوه يرد الحياة بتكمل، كمل حياتك. بس الوقت ما بيشفيش. في المكتب الCEO بتدور على وش جديد للغلاف. بتشوف صورة آدم على شاشة إليس. الولد ده، بتقول الCEO، هو لازم يبقى موديلنا. اشترك في القناة سينما إكسبليند Arabic. إليس مش عايزة، بس المدير يخليها تتصل بآدم. تتصل، تبعت له، مفيش رد. آدم مش رد عليها. تروح بيته، هتبقى موديل، مرتب، بنات حلوين، بتقوله. آدم بيثور، بحبك وانتي بتستخدميني عشان شغلك. بيمشي. فاكر هيرجع؟ يوم التصوير كلهم مستنيين آدم. إيليس مرعوبة، لو ما جاش هيطرد. لكن آدم يجي عشان لسه بيحبها. في أوضة المكياج صاحب آدم يعترف، أنا اللي قلتها تتمثل. آدم محطم، كل ده كان كذب. يطلع قدام كل الناس يبوس آدم. بعدين يبدأ التصوير. آدم مش عارف يصور، معرفش أتمثل، بيقوله ويمشي. إليس تطرد، تخسر كل حاجة، شغلها، آدم، معنى حياتها.
أنا عملت إيه؟ بتفكر. بس مش هتستسلم. أول مرة في حياتها تسمع لقلبها. هنا طريقة تكفير، لازم تصحح اللي خربته. إليس تروح كلية آدم قدام كل الطلاب، قدام كل الأساتذة، بتقول: بطلت أفكر في المستقبل، مش فارق معايا الناس هتقول إيه، بحبك، عايزة أبقى معاكي. الطلاب سكتوا، سكات. آدم باصص ليها، عينيه مليانة دموع. انت جدة؟ بيسألها. أنا عمري ما كنت جدة كده، بترد. الطلاب يصفقوا، آدم يعيط، يقرب من إليس، يقبلها، يسامحها. أنا كمان بحبك، يهمس لها. هي تبتسم، أول مرة من سنين بصدق. اللي أنا أسميه نهاية القلب المفتوح. القصة مش عن السن، هي عن الشجاعة، إن الواحد يكون سعيد. الفيلم يخلص، بس يثبت سؤال: لو اختيارك كان بين الحب والمجتمع، كنت هتختار إيه؟ إليس اختارت الحب، حتى بعد ما استعملت آدم، حتى بعد ما خسرت شغلها. قررت تكون صادقة، قررت تكون سعيدة. ده أكتر درس مهم، اللي أنا أسميه درس القلب المفتوح. غلطات إليس كانت كبيرة. استعملت شخص بيحبها، بس لقت الشجاعة إنها تعترف. اعتذرت قدام كل الناس. اختارت الحب مش الشغل. دي هي شخصية حقيقية. مش المهم هي وصلت لفين، المهم هي بقت مين. دي الحاجة اللي تخلي القصة تتعمل. وفكر كده، الحب الحقيقي ما بيختارش السن، بيختار القلب. إليس وآدم خاطروا بكل حاجة وكسبوا، اللي أنا أسميه درس الحب الأكبر. لو عجبك الشرح اعمل لايك واكتب كومنت وشارك الفيديو مع أصحابك. اشترك في القناة سينما اكسبليند أرابيك وفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجاية. نشوفكم في الفيديو الجاي.